لازم نعرف البرودكت اونر ده بيشتغل على ايه، بيعمل ايه، وايه التولز اللي بيستخدمها، وايه الاوتبوت اللي بيطلعه. اول حاجة البرودكت اونر بيعملها هو انه بيسمع، يعرف هو عايز يعمل ايه وليه عايز يعمله، ايه المشكلة اللي بتواجه العميل، ومين اللي هيستخدم السوفت وير. لازم يحدد ايه المهم جدا في السوفت وير ده وما ينفعش استغنى عنه، وايه المهم بس ممكن يتأجل شوية، وايه الحاجة اللي ممكن تدينا فاليو بس مش ضرورية قوي دلوقتي، وايه اللي اصلا مش مهم ممكن نشيله من السوفت وير. مهم انك تفهم ان البرودكت اونر مش هو الشخص اكيد اللي هيكتب الكود، ومش هو الشخص اللي هيقول للباك اند اعمل الاي بي اي الفلانيه وما تعملش الاي بي اي الفلانيه، يقول للفرونت اند ديفلوبر والله الكود الصح ما بيتكتبش كده اكتبه كده. لكن ازاي الشغل هيتنفذ تقنيا مش مسؤوليته اصلا، دي مسؤوليه الفريق الفني اللي عندهم الخبرة الفنية اللي تساعدهم ان هم يطلعوا تكنيكال سوليوشن في بعض التولز اللي ممكن يقدر يشتغل عليها، زي مثلا الايجر ديف اوبس يمانج الباك لوج اللي اتكلمنا عنه يا باشمهندس في الاجايل، يبتدي يعمل تراك للورك اللي خلص واللي ما خلص، ويبتدي يمونيتور البروجرس اللي حاصل على اليوزر ستوريز. ممكن يستخدم كونفلوينس للدوكيومنتيشن وللميتنج نوتس والنولج بيز، يستخدم مايند مابس تولز. يبقى هو بياخد او بيسمع العميل ويبتدي يعمل اناليسيس ويطلعوا لنا حاجه اسمها برودكت جول. ايه هو البرودكت جول؟ ايه اللي عايز اوصل له من البرودكت ده؟ ممكن يطلع لي حاجه اسمها برودكت رود ماب. برودكت رود ماب دي هي هاي ليفل بلان، اللي الطريق اللي المفروض امشيه عشان اوصل للبرودكت جول ده. ممكن يبتدي يعمل حاجه اسمها ثيمز، اعتبرها كاتيجورايزيشن كبيره، تحتيها سب كاتيجوريز اسمها ايبكس، تحت الايبكس دي ينزل حاجه اسمها يوزر ستوريز. اهم شيء عندنا هنا ان المسؤولية الاساسية بتاعة البرودكت اونر هي البرودكت باك لوج.